ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ارسنال رسميا هنقابل ريال مدريد في دور الثمانية في الشامبيونز ليج. حد يا جماعة يعني يقول لي نعمل ايه مع الفرقة دي، مع شخصية البطل دي؟ انتوا متخيلين في حد هنا عاقل عنده 1% امل ان احنا هنعدي من الشباب دي باللعيبة اللي عندنا وبالاصابات اللي عندنا بالمستوى المهبب ب60 نيلة اللي احنا فيه؟ يا ريت حد يقول لي، لان انا مش شايف. انا بصراحة كده كده مش شايف لا كان في امل لا مع اتلتيكو ولا مع الريال، وانما مع اتلتيكو كنت هقول خلينا نشوف ممكن نعمل ايه، انما مع ريال مدريد لا خلاص شكرا يا جماعه، ده فرقه بتعرف تكسب من الهوا. اديكوا شفتوا النهارده شخصيه البطل، يعني الماتش كله ايه بصراحه، رايح راجع رايح راجع، واتلتيكو يعني مستموتين وقاعدين بيدافعوا واستموات في الدفاع. ما اظنش ان كان في حد، اي واحد بيتفرج على الماتش ده وشاكك ان ريال مدريد مش هيكسب ويصعد، بالذات لما الماتش راح لضربات جزاء. ما اظنش ان في حد كان شايف كده خالص، انها الحاجات دي باينه. ريال مدريد فرقه بتعرف تكسب وهي كويسه، وبتعرف تكسب وهي وحشه، وبتعرف تكسب لما الماتش يبقى مقرب، وبيعرفوا يكسبوا لو فرقه احسن منهم. هم يا جماعه متخصصين في الفوز، وعندهم مدرب، اكتر مدرب عنده اكسبيرينس، اكتر مدرب تقريبا عنده خبره في العالم، واكتر فرقه عندها خبره في البطوله دي وكسبت البطوله دي في العالم، واكتر فرقه عندها بتعرف ازاي تكسب في الدنيا. فانا اللي هو احنا غلابه قوي، فاهمين قصدي؟ احنا غلابه جدا. انا فعلا مش متخيل الماتشين هيبقوا عاملين ازاي. واللي يزود الطين بله بقى ان العوده في البرنابيو، يعني العوده اصلا في ريال مدريد. فانتم متخيلين يعني الثلاثي بتاعهم الهجوم اللي هو مبابي فينيسيوس رودريجو، واحنا نوانيري وميرينو وتروسرد. انا فعلا يعني الموضوع واصل معايا لليفل الضحك، او ليفل اللي هو من كتر ما العبط اللي احنا فيه، او من كتر اللي هو الموضوع شبه مستحيل بالنسبه لي، قلب معايا بضحك. اللي هو فعلا يعني ايه يعني هنعمل ايه؟ فاهمين؟ عشان كده انا بقول لكم هي مساله وقت لما تلاعب فريق عليه القيمه في الشامبيونز ليج خلاص. يعني صعب قوي صعب قوي. ومحدش يقول لي ساكا هيكون رجع ومش ساكا هيكون رجع. ساكا يا جماعه راجع من اصابه طويله جدا واصابه صعبه. اولا هتكون مأثره على مستواه، محدش يعني مفيش حاجه في الدنيا لعيب بيفضل مثلا 3 4 شهور متصاب، او 3 شهور متصاب ويرجع مستواه على طول كويس جدا ثانيه واحده. اللعيبه بتاخد وقت في الرجوع، وبتاخد وقت انها تستعيد مستواها تاني. بالذات ان انا اصلا كمان مش عايز ان احنا نستعجل ساكا في الرجوع، علشان ما ينتكسش ويتصاب تاني بقى اصابه بقى طويله جدا، ايه، ويخش بقى في اصابه اللي هو ايه، ما يعرفش يلعب بقى اول الموسم الجاي، والحركات البايخه اللي انتوا عارفينها دي. فيا ريت بس ايه، نبرايورتايز ان هو ياخد وقته في ان هو يخف من الاصابه الاول، اكتر من ان احنا نرجعه الماتش الريال. مش مشكله يعني. انا مش عارف الصراحه، حد يقول لي لو انتوا شايفين في طريقه ممكن نكسب بيها الماتش العوده كمان هناك في البرنابيو. انا مش عارف يعني، الحل الوحيد تقريبا ان احنا ممكن نكسبهم هو لو الماتش وصل ضربات جزاء والحظ كان معانا يعني. انما حتى يعني هنكسبهم ازاي بقى؟ طب اوديجارد اللي بيشوط رجله اليمين بدل ما يشوط الكوره، وميرينو اللي هو اصلا مش مهاجم بيلعب قدام، والعقم اللي عندنا يعني. هنعمل ايه يا جدعان؟ هنعمل ايه؟ والله العظيم الواحد فعلا مش عارف الحال اللي احنا فيه في الموسم الصفري اللي هو منتظر الوقت. بس يعني احنا الموسم بس مستنينا نطلع من البطولة دي عشان خلاص، عشان ينتهي ويخلص ويروح بقى مطرح ما يروح. وليفربول الصراحة امبارح اللي خرجوا كمان، يعني كذا حاجة عايز اقولها في الموضوع ده. اولا دي بنسبة كبيرة خلاص محمد صلاح يعني ضيع فرصة الكرة الذهبية بنسبة كبيرة قوي، لان الشامبيونز ليج للأسف من البطولات المهمة قوي اللي انت لازم تكسبها علشان لو عايز تكسب الكرة الذهبية. تمام، هو هياخد الدوري ولكن ده مش كفايه. انت عندك مثلا رافينيا لو خد الدوري وخد الشامبيونز ليج هيبقى هو مرشح اقوى. مبابي لو خد الدوري وخد الشامبيونز ليج هيبقى مرشح اقوى بكتير. فخلاص للاسف غباء سلوت هيمنعنا من ان احنا نشوف صلاح بيكسب الكره الذهبيه. وليه بقول غباء سلوت؟ لان انت عندك ماتش قبلها بيومين ثلاثه قدام ساوثهامبتون الاخير على الدوري، وانت متصدر الدوري بتاع ب 13 نقطه تقريبا او حاجه كده قبل الماتش ده. ملاعب فول تيم ليه؟ ما تريح اللعيبه. ملاعب فول تيم ليه؟ ساوثهامبتون دول انت لو جبت الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي هيكسبهم. انت ليه متصدر ب 13 نقطه؟ يعني مش اللي هو مش عايز تاخد ريسك ايه؟ وبتلعب فول تيم ليه؟ وبتلاقي وصلاح لعب ال 90 دقيقة، وارنولد وسوبوزلاي وماكاليستر لاعبين برضو حبة حلوين. ادي ارنولد اخد صليبي، وصلاح ما كانش عارف يلعب كويس، ولا سوبوزلاي ولا ماكاليستر ولا الشباب دي. كانت هتفرق قوي، كانت هتفرق قوي. اللعيبه دي لو كانت ريحت كانت هتعرف تديك الاكسترا ايدج ده شويه قدام بي اس جي، بالذات ان بي اس جي كمان فرقه صغيره ومهاريين جدا، ونص ملعب ما حصلش ودفاع ما حصلش وهجوم. فبصراحه دي احسن نسخه شفناها البي اس جي من فتره كبيره قوي، من فتره كبيره قوي، اقوى من النسخه اللي كان فيها نيمار ومبابي على فكره، بيلعبوا احسن. ولويس انريكي مدرب كبير جدا جدا جدا، وانا شايف ان هو
الاثنين المرشحين للتشامبيونز ليج هو ريال مدريد وبي اس جي. بعد ماتش ليفربول ده بي اس جي الصراحه لا فريق كبير وفريق محترم، غير النسخه اللي ارسنال لعبها خالص على فكره اللي كسبناهم 2-0. فانا بس اللي هو ايه، انا عشان عارف ان كده كده ارسنال مستحيل ياخدوا الشامبيونز ليج، كان نفسي ان صلاح يعني ياخد الشامبيونز ليج عشان طبعا مصري، وعلشان طبعا ايه، دي كانت هتبقى هي دي اللي هتوصله للكره الذهبيه. انما للاسف حلم الكره الذهبيه ضاع بتاع محمد صلاح، ضاع. مفيش بقى غير ان هو ايه، لو فرقه مش متوقعه خالص هي اللي خدت الشامبيونز ليج ساعتها بقى ممكن نشوف. بس حتى فكرت فيها، لو بي اس جي اخدوا الشامبيونز ليج طب ما ممكن يدوها لديمبيلي مثلا، فاهمين قصدي؟ فالواحد بقى يشجع استون فيلا بقى او يشجع ارسنال او مش عارف يعني. ما هو احنا كده كده قدامنا هنلعب الديناصور بتاع البطوله. فاحنا يعني ده لو ما خسرناش في الامارات اصلا ورحنا هناك تمام، يعني احنا لازم طبعا لو في 1% امل ان احنا نصعد من ريال مدريد لازم نكسب هنا في لندن. لازم في الماتش بتاع الامارات ده اللي هو على ارضنا نكسبه تمام، عشان نروح هناك يبقى في حاجه متمسكين بيها او كده. انما انت لو خسرت في الاميريتس ورحت هناك لا شكرا يعني. احنا ما بنعرفش نلعب كورتين على بعض يا جدعان. واوديجارد ايه اللي هيلعب تحت ضغط الجماهير دي، واللعيبه دي هتلعب تحت ضغط ازاي؟ لويس كيلي ابو 17 سنه، ونوانير ابو 17 سنه، وميرينو لما بيعرفش يجري، واوديجارد اللي بيشوط رجله اليمين وما بيعرفش يشوط، ومارتينيلي بيبص في الارض. يعني احنا حالتنا مزريه الصراحه. المفروض ان احنا لو عدينا من ريال مدريد دي يدونا البطوله، والله يقولوا لنا انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده خلاص يعني بصراحه. بس الواحد يعني ايه، يعني مش متفائل خالص. كنت اتمنى ان احنا نلعب اتلتيكو اللي هم ستيل صعبين، وستيل كان هم هيبقى ليهم افضليه علينا. انما انت هنا دخلت في حته المستحيل بقى خلاص. انتوا لو اتفرجتوا على ماتش ريال مدريد النهارده كمان هتشوفوا انه يعني لا بصراحه تقال يا جماعه علينا، تقال علينا بصراحه. عندهم لعيبه قويه، رودريجو تقيل قوي، فينيسيوس تقيل، مبابي تقيل قوي. يعني انا برضو مش عارف يا ترى هنلعب بكالافيوري قدام رودريجو ولا ايه؟ كالافيوري اللي هو افشل ليفت باك في الواحد على واحد هنلعب قدام رودريجو ازاي؟ فالموضوع يا جماعه صعب قوي. لازم بقى نلجأ بقى مش عارف لحاجه تانية، دعاء بقى جدا. يعني الموضوع لازم يطلع مش كوره. احنا عشان نكسب مش هنكسب كوره، لازم بقى اللي هو ما يبقاش يوم ريال مدريد خالص، والحظ معانا وتوفيق ربنا معانا ودعاء الجماهير معانا. ونستغل بقى يعني ايه، لو الماتش هيتلعب في رمضان، مش عارف الماتش هيكون لسه رمضان ولا لا، مش عارف دور الثمانية امتى، بس ندعي يعني في رمضان بس يا جدعان. يعني في حته جوايا متحمسه اكيد اشوف ماتش كبير ارسنال وريال مدريد، وشوفنا بنلعب ريال مدريد. بس برضو فيها حته اللي هو خلاص انا هبقى قاعد اللي هو مستني نخرج، فاهمين قصدي؟ يعني اللي هو لا. عشان كده كنت اتمنى ان احنا نبقى في الناحيه التانية من القرعه، عشان كان زماننا هنلعب بايرن ميونخ مثلا، اللي هي برضو عقدتنا ستيل بس ارحم من مدريد. ما علينا يا جدعان الصراحه. انا برضو يعني هضطر ان انا اخش الماتش واحاول يكون عندي سنه امل تمام. انا متضايق طبعا جدا ان صلاح خرج من الشامبيونز ليج، ومتضايق متعصب جدا من سلوت، ومتعصب انه بصراحه فعلا فان دايك قال تصريح بعد الماتش هو صح، ان باريس سان جيرمان احسن فريق قابلناه لحد دلوقتي، ودي فعلا حقيقه. بس حاجه تحزنك في نفس الوقت ليه؟ لان هم يا جماعه بانوا في مستواهم الحقيقي اول ما جالهم تشالنج بجد او تشالنج صعب. اديكوا شفتوا في ماتشين بي اس جي اللي هو في فرنسا او في الانفيلد، ليفربول فعلا ما لعبوش حتى بالرغم ان هم كسبوا الماتش بتاع بي اس جي اللي هناك ده، بس فعلا ما لعبوش، وبي اس جي ماسكينهم الماتشين كلهم. فانت متخيل دي الفرقه اللي فارقه عنك في الدوري ب 15 نقطه ولا مش عارف بكام نقطه دلوقتي؟ ازاي احنا مهزئين فعلا؟ احنا بجد يا جماعه مهزئين. الدوري الانديه كلها مستوياتها ضعيفه السنه دي، وكل اللي ليفربول عملوه ان هم استغلوا ضعف الانديه دي، فضلوا هم ماشيين عادي، ماشيين عادي. انما مستواهم مش خرافي. انت لو كنت في فورمتك بتاعت السيزون اللي فات، يعني جاري نيفل قال تصريح صح قوي، قال ارسنال بتاع السيزون اللي فات اقوى من ليفربول بتاع السيزون ده، وده صح 100%. احنا بعد سفريه دبي السيزون اللي فات كسبنا 15 16 ماتش ورا بعض، وكنا برضو في الدور الاول عاملين شغل وفارقين، وما خسرنا، وكسبنا السيتي وتعادلنا هناك في الاتحاد وقت ما السيتي كان السيتي يعني، وقت لما السيتي كان السيتي. ربنا يسهل وخلينا نشوف كده. يعني الماتش الجاي ده هيجيب ايه؟ الواحد بس متحسر على موسم في الدوري كان سهل وكان في الايد لو كنا عملنا الصفقات اللي علينا، ولكن الموضوع خلاص يعني عدى والدوري راح. اتمنى ان احنا في الصيف نجيب الصفقات الصح ونجيب المهاجم اللي احنا محتاجينه ده. يعني لازم نجيب بقى المهاجم رقم 9 اللي احنا محتاجينه ده عشان نروح في اي حته في الدنيا. انما غير كده هنفضل محلك سر، مش هنتحرك سنتي، مش هنتحرك سنتي. ايا كان يعني ربنا يستر، ربنا يستر. ويا رب كده ادعوا كده معانا نشوف الماتشات الجايه دي هنعمل ايه.
ولما يجي بقى ماتش ريال مدريد يبقى كل واحد يتفرج على الماتش والسبحه في ايديه والمصحف في ايديه، ونبقى نشوف بقى ممكن نعمل ايه. ما تنسوش تلايك وسبسكرايب وفولو على تويتر @arsenalawi وعلى تيك توك @arsenalawi، واشوفكم الفيديو اللي جاي.